السلام عليكم اخوان، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا كلكم مزيانين. كنعتذر منكم الا كان الصوت ديالي مغير، راه غير شويه د البرد، داكشي علاش ضربني البرد، داكشي على الصوت شويه كيبان مغير. وكنت باغي نستريح شويه غدا عاد ندير لكم هاد القصه هادي، انما فاش سمعت لهاد القصه هادي وصيفطتها ليا وحده من المتتبعين ديالي، صيفطتها ليا فوكالات في الواتساب مسكينه بالبكا، وهي عمت هاد الضحيه اللي غنديروا عليها هاد القصه هادي. ما قدرتش نتسنى حتى الغدا، قلت غنديرها اليوم وتصنتوا ليها اليوم. الا حداكم الخوت شي وليدات صغار، حيدوهم من حداكم وجلسوا تفرجوا بوحدكم، وخذوا شي بلاصه تكون مكالميه، وحبذا لو تاخذوا شي لوكال بحال هكا يكون مكالمي بزاف وما فيش الحس ديال بنادم، باش تبعوا هاد القصه هادي وغتستافدوا منها بزاف بزاف، خصوصا الوالدين غيستافدوا من هاد القصه بزاف بزاف. بلا ما نخليكم في التفاصيل ديال القصه الاخوان، كيف العاده الى عجبكم هذا المحتوى اللي كندير ما تبخلوش علينا بلي جيم وبارطاجيو باش توصل الفائده لاكثر عدد، وباش تا انا تشجعوني نخدم كتر وكتر. على بركه الله الاخوان، نبداو هاد القصه المرعبه. هاد القصه ديالنا الاخوان، البطله ديالها فاطمه. قبل ما نوصلوا لفاطمه غادي نرجعوا للوالدين ديالها، رقيه وعبد الجليل. رقية وعبد الجليل ساكنين في العروبية في الأطلس، عندهم أربعة الوليدات وكلهم دراري. والغريب في الأمر أن الأم فوق ما كتحمل بالبنت كتموت ليها، إما كتموت ليها في كرشها إما فاش كتزاد، وآخر وحدة ماتت ليها في عمرها 3 شهور. بقات الوقت بحال هكا، كتر واحد النهار حملات رقية. حملات رقية، وراكم عارفين العروبية وما كاينش باش كيعرفوا واش ما كاينش الطبيب باش غتعرف واش بنت ولا ماشي بنت، انما ديك التنبؤات ديال العائله كيقولوا لها انت راه عندك بنت. وكان معظم الوقت ان داك معظم الحال ان دوك التنبؤات ديال العائله كيكونوا صحاح، حتى ولاو هما كيثيقوا بهم. وحده من دوك الكبار ديال العائله ما جداهم ولا كذا كتقول له انت راه عندك بنت وكذا، صافي كيتيقوها وكيقول لي داك الشيء غادي هكاك، واش فريمون كتعرف ولا غير كتقمر عليها. المهم كتجي ديما هي هذيك الاخوان حملات بهذيك الدريه، ان فوا كيسمعوا انهم عندهم بنت يعني كيأسوا، كيقول راه غير غادي تكرفص المراه، غتكون حامله وغتكرفص. وحتى الام رقيه كتولي فاقده الامل بحكم ان ماتوا لها 4 دريات، 4 د الحملات ديالها كاملين مشاو. بقات الوقت بحال هكاك، داز ديك 9 شهور، تزادت عندهم بنيه سميتها فاطمه، تزادت في احسن الاحوال. ومع حسن الحظ ما توفاتش هاد البنت هادي، بقات وكانت عزيزة عند والديها، عند عبد الجليل ورقية. كانوا دايرينها بحال شي أميرة وكل شي عزيزة عليه، بحكم أن كيقلبوا على البنت بالريق الناشف، وفي الآخر جاب لهم الله بنت بحال هكاك الإخوان. المهم مهلين فيها وكتكبر، وغادي الوقت بحال هكاك. وصلات فاطمة 10 سنين. فهاد العمر ديال 10 سنين غتلقى فاطمة أول صدمة، بحكم أن الأم ديالها توفات. كان عند الأم ديالها سرطان الثدي. الله ينجي الأمهات ديالنا وينجي جميع المسلمين والمسلمات من هذا الشيء. هي هذيك الإخوان فاش توفات الأم ديالها، فاطمة ما كتقراش، كتمشي غير للجامع وكتسرح وكذا. المهم راكم عارفين الروتين اليومي ديال العروبية. والأب ديالها دوز واحد 4 شهور ويتزوج، ما قدرش يبقى بوحدو، تزوج بواحد المرأة تما من الدوار ديالهم، كانت كبيرة في السن وما عمرها ما تزوجات. فاش جات ديك المرأة، المهم الخوت راكم عارفين كل واحد فين مشى، كاين اللي مشى للمدينة، كاين اللي كبر، كاين اللي تزوج، وفاطمة هي الصغيرة. وبقات هي وهذيك السيدة في الدار، وصراحة هذيك السيدة كانت كتعاملها مزيان. وواحد الأخ ديال عبد الجليل كان معاهم في الدوار، واحد الوقت مشى للمدينة، دار فلوس كحلة، يعني الفلوس ولات بحال الشتا. منين جاب هاد الفلوس وكيفاش، ولا ساكن في فيلا ولا لاباس عليه. وحتى شي واحد ما تجرأ يسولو، حتى فاش كيتجرأ شي واحد كيسولو على هاد الشي منين جاك وكذا، كيقولوا هاد الشي من عند الله سبحانه وتعالى، واش انت حاسدني ولا شنو. كيدور فيه وكيقلب عليه 6 سعود.
وكانوا الناس كاملين كيتفاداو انه يجبدوا مع هذا الموضوع، انما بيناتهم كل واحد شنو كيقول. كاين اللي كيقول ربح القمر، كاين اللي كيقول شي كنز، كل واحد شنو كيقول، وحتى شي واحد ما عارف الحقيقه ديال هذا الامر هذا. المهم ما علينا، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. واحد النهار جا هذاك السيد عم فاطمه، جا قال له علاش ما تعطينيش فاطمه نديها معايا للمدينه تعلم وتبقى معنا في الدار وتكبر، انا ما عنديش بنت، وتكبر مع وليداتي. بدا كيفكر، قال له هي اللي عندي دابا في الدار وكذا، قال له شوف باش تضمن لها مستقبلها وهذه وهذه وهذه. المهم حاول يقنع بجليل، وداك الشيء اللي وقع داها معاها لتطوان، دخلها لواحد المدرسة وبدات كتقرا. المهم عايشة بخير وعلى خير مع داك عمها اللي سميتو سعيد، عايشة معاه بخير. وفاش كيجي باها كيطلع عليها كيلقاها ناشطة وبخير من غير حاجة وحدة كانت كتشكى لعمها وكتشكى حتى لباها. فاش كتشوفو كتقولو راه الدراري كاع كيضحكوا عليا على حساب عينيا، حيت كانوا عينيها حاولين. المهم كيقولوا لها معليش بنتي، راه داكشي راه عادي، راه بنادم ما ديش عليه، كل واحد ما كاينش شي واحد مكمول وكذا. وكانت الدريه كتفهم هذا الامر هذا، ومع كتكبر وصافي ومبقاتش كتسوق الهضره ديالهم، وبقات الحال على ما هو عليه. بقات بحال هكا كتقرا وكيسولها باها كيقول لها واش مرتاحه هنا، كتقول له مرتاحه، المدينه زوينه ما فيهاش البهايم ما فيهاش كذا، مسكينه صغيره وعاجبها الحال. واحد النهار من اخيب الايام اللي غادي يدوزو على هاد جليل، صون عليه خوه سعيد، قال له جي عندي دابا للمدينه لتطوان، جي عندي للدار. قال له شنو واقع، واش كاين شي مشكل؟ قال له كاين مشكل، ولكن ما نقدر نقول لك والو في التليفون. جي عندي دابا، واش بنتي وقعت ليها شي حاجه؟ قال له قلت لك غير جي عندي دابا. سي عبد الجليل حوايجو ما عرف ما يلبس ما عرف ما يدير، مشى بصندالة د الميكا ومشى في الترونسبور، مشى مورك ودماغو طاير من بلاصتو، بغى يعرف شنو واقع، كان خايف على بنته. ولسوء الحظ هادشي اللي وقع. غير وصل عبد الجليل عند خوه سعيد، ندق عليه في الفيلا ديالو، دخل لقاه كيبكي ولقى ولادو ولقى مرتو كلشي كيبكي. قال له ياك لاباس شنو كاين، فين هي بنتي؟ اول هضره غايقول ليها عبد الجليل، كيسول على بنته فين هي. قال له قول لي شنو كاين، راك خالعني اخويا، شنو واقع، فين هي بنتي؟ قال له بنتك مشات للمدرسه، وفاش مشينا للمدرسه لقيناها ما مشاتش، هذا النهار كامل منكات، ومشيت راه ديكلاريت عند البوليس وغبرات ما كاينش ليها اثار. واش قلبتو في شكون كيديها للمدرسه؟ قال لهم والو، فاش كنديها هاد الصباح هذا ما ديتهاش، وبحكم انها صافي ولات كتعرف الطريق وما كانتش شي مسافه كبيره. وفاش لحقات الوقيته فاش غتخرج صونات عليا المدام ديالي، قالت لي راه فاطمه ما جاتش، وتا ولادي ما شافوهاش. مشيت للمدرسه قالوا لي راه اصلا ما جاتش في الصباح، وكانت هي لابسه حوايجها وغادا للمدرسه. راه مشيت ديكلاريت. قال له غادي نمشي انا نعاود نمشي عند البوليس. قال له يلاه نمشي، هزو في طوموبيلتو ومشاو عند البوليس. هي ديك الاخوان دخل عند البوليس، بداو البوليس كيسولوا، قال لهم السلام عليكم، انا الاب ديال ديال البنت اللي جا الاخ ديالي، قال لكم راه توضرات. قال له مرحبا سيدي، ريح جلس الارض. بداو كيسولوه البوليس شنو بنتك مع من؟ قال له ودي انا راه ما عارف عليها حتى شي حاجه، انا راه جبتها عند خويا انا كتقرا، وكنت كنجي كنطلع عليها كنلقاها ديما ناشطه وفرحانه وبخير وعلى خير. بنتي غيكون ضربها شي واحد ولا خطفها شي واحد. وسولوا العم ديالها، قالوا له شكون كان كيديها للمدرسه؟ قال له انا ديما اللي كنديها وكنجيبها، وحتى فاش ما كنجيبهاش راه كتمشي المدام ديالي كتمشي تجيبها. قال لي واخا واليوم علاش ما ديتيهاش؟ قال له ودي راه كان عندي شي شغل في الخدمه وما قدرتش نديها. قلت لها واش تقدري يا بنتي تمشي بوحدك؟ قالت لي صافي نمشي. وصلا ما كانتش شي مسافه بعيده يعني، تمشي على رجليها. المهم اسئله روتينيه. قالوا لي صافي ملي غادي نلقاو شي حاجه نتوما ديروا من جهتكم وحنا غنديروا من جهتنا وما يكون غير الخير ان شاء الله. سي عبد الجليل راسو بغى يتفرقع، عقلو بغى يحبس وقلبو كيضرب 160 بالساعه. مخلوع على بنته بزاف، كان كيبغيها بزاف وما كانش اصلا باغي يخليها في المدينه. الحاجه اللي خلاتو يخليها في المدينه بغى يضمن لها مستقبلها وتقرا وتوصل لشي منصب كبير. دازت 10 ايام على هاد الشي هذا، كتجيهم واحد المكالمه من واحد السيده كتقول لهم اودي راه واحد الريحه كتخرج من واحد لابارطومون هنا في العماره خانزه بزاف.
جاو البوليس كيجريو دخلوا لهاديك خداو الامر بالتفتيش باش يقتحموا البيت، ودخلوا لديك الدار ولقاو واحد الجريمة اللي صراحة جريمة ما فايتش البوليس براسهم كيقولوا ما فايتش شفنا بحال هاد الجريمة هادي في مدينة تطوان. دخلوا لقاو واحد الدرية غتكون في عمرها 16 عام، أيها الإخوان، فاطمة، للأسف فاطمة. لقاو فاطمة مليوحة والريحة ديال الجيفة كتكسر في الدار. اول حاجه دخلوا حلوا دوك الشراجم باش تخرج ديك الريحه، باش يعرفوا ما يديروا، باش يعرفوا غير يخدموا ديك الريحه. كيقولوا ان بنادم فاش ان غير بوليسي كيدخل تما كتلصق فيه ديك الريحه، باش كيخرج كيشمها منه بنادم كيهرب من حداه. كانت ريحه قاصحه بزاف، وكان حتى الدم اللي سميتو تجمد في الارض لصق على الزليج. هي هذيك الاخوان بداو كيقلبوا في الدار وكيشوفوا، لقاو فاطمه ما مذبوحه ما حتى حاجه، لقاوها مخنوقه وكانت مكتفه وفيها شي علامات غريبة جدا. فيها في الجبهة ديالها واحد العلامة الخماسية. هاد العلامة الخماسية الإخوان كاملين كنعرفوها أنها علامة شيطانية. ولقاوها في يديها، ولقاو وسط يديها من هنا مثقوب كامل، محيد كامل، وبحال منغوزة بشي حاجة، والمهم وفيها ديال اللي باري، المهم مكرفصة بزاف وكانت واكلة العصا. هزو الجثة وبداو كيقلبوا في الدار، ما لقاو حتى شي حاجة، من غير انهم لقاو دوك العلامات الخماسيه معلقه في الدار، ولقاو شي علامات ديال الشيطان. عرفوا ان هذا الشيء دار بسبب السحر، او انه دار بسبب الانتقام. المهم شي حاجه من هذا القبيل. هي ديك الاخوان خرجوا البوليس كيستنطقوا الناس ديال العماره، قال لهم شكون اللي مكلف بهذه الشقه هذه، شكون مول الدار، شكون كيكريها. قالوا لي واحد السانديك سميتو عبد السلام. فينا هو؟ قال لهم راه مده هذه وغابر، راه شي 10 ايام ما بانش. الشكوك كامله مشات على هذا عبد السلام، كيقلبوا عليه ما لقاوش ليه الاثار. غبره نهائيه. واش ما عمركم شفتوا شكون دخل لهاد العماره وشكون هادي كاع الناس ديال ديك العماره مسحوا السما بليقه، كلشي كيقول لهم انا ما عارفش. اللي سولوه ودي حنا ما شفناش، حنا كنكونوا خدامين وكذا ما عرفناش. انا عيطنا لكم وعيطوا لديك السيده اللي عيطات لهم، قالت لهم ودي انا عيطت لكم على قبل الريحه، انا ما عارفاش شكون كيكري في هاد العماره، واون بليس كل مره شكون كيجي ليها. هاد العماره هادي كنا حنا كنكريوها كارين حنا الشهر، وانا قديمه في هاد العماره هادي. وعطاتهم واحد المعلومه اللي صراحه غتنفعهم. قالت لهم ان هاد العماره هادي بحال كانوا دايرينها شقه مفروشه، ولقاو فريمون ان الدار مفرشه. قالوا لهم نتوما هاد العماره اللي كريتو اصلا واش كريتوها مفرشه؟ قالت لهم لا، دا راه فراشنا، كلنا كرينا دار خاويه وكنفرشوها، انما هاد الدار بالضبط داروها مفرشه وكان كيكريها يوميه، ولا كاين اللي كيجي كيكريها غير ساعه وكيمشي. المهم كانت مخلطه، وصراحه كنا كنشكيو لمول الدار، ومول الدار ما كاينش هنا. فين كاين مول الدار؟ مول الدار كاين في الطاليان. ما علينا. الاخوان تواصلوا مع داك مول الدار، قالوا لي اودي شنو وقع خاصك تجي ضروري. من بعد ما دار الاجراءات ديالو وجا في حالو، السيد دخل عندهم الكوميساريه، قال لهم انا هو مول الدار اللي وقعت فيه، وكان مخلوع لواحد الدرجه كبيره بزاف. السلام عليكم، انا هو السيد فلاني وكذا، سميتو عبد القادر. قال لهم ودي راه خليت خدمتي وخليت شحال من حاجه، هادشي ما فهمت والو، ما عرفت حتى شي حاجه. وتا عبد السلام كنصوني عليه ما كيجاوبنيش. قالوا لي راه حتى حنا كنقلبوا على عبد السلام، نماريه كاملين طافيين وغابر غبره وحده، وحتى ديك الدار اللي كان ساكن فيها ما كاينش فيها، تحول وخلى حتى الفرش ديالو ما داه معاه. ما علينا. الاخوان قال لهم ودي انا كاع دوك الشقق اللي عندي في العماره، عنده 7 الشقق، قال لهم كاع هاد 7 الشقق هادو كنت كنكريهم انا للشهر، وعبد السلام هو اللي مكلف بهذا الشيء، كريتهم انا للشهر. من ديك العماره هاد الناس انا اللي كريت لهم بيدي. هذيك لابارتومون اللي وقعت فيها الجريمه، من بعد ما دازت واحد 6 شهور فاش سافرت، صون عليا عبد السلام قال لي ودي راه مول هذيك الدار اللي ساكنها نمره 6 راه بغا يتحول. قلت له صافي الله يعرضو السلامه، ودير الدار في الكراي الا بغى شي واحد يكريها. وكل شهر كيصيفط ليا الخلاص ديال كاع لي بارطومون 7 منهم هذيك 6 اللي وقعت فيها الجريمه. قال لي ولكن راه هاد
لابارتومون بالضبط رقم 6 راه مفرشة وكتكرا اليوم ولا كتكرا السيمانة ولا ما كتكراش الشهر. قال لهم انا ما عرفتش كيفاش دار هادشي، انا كاع الديور اللي عندي ما عمرني درت شي دار مفروشة، راه كيوصلني وعندي الروسيات باش كيصيفط ليا الفلوس وعندي كلشي في الواتساب، وفري وراهم الادله ان السيد كان كيصيفط لي فلوس للشهر. وديك الدار كان شادها هو فرشها. هادشي اللي عرفو البوليس وهادشي اللي اكتشفناه حتى حنا من خلال الهضره ديال السيد، بلي السيد ديك لابارتومون فاش تخوات قال اجي نديرها بروجي، دارها بروجي ولا كيكريها النهار ولا كيكريها المنواله اللي جا كيبغي يكريها كيكريها ليه. ومن طبيعة الحال راه غادي يصور كتر من الفلوس اللي كيصوروا في الشهر، وفاش كيوصل راه الشهر راه كيحيد الفلوس ديال البارطومون كيصيفطهم ليه. ما علينا، قال لهم انا راه خصني نرجع للخدمه ديالي، واش نقدر نرجع؟ المهم قالوا لي غتصبر معنا شويه. بقى السيد مشى في حاله. المهم فوق ما احتاجو غادي يعيطوا ليه، عاودوا البوليس عيطوا للاب ديالها وعيطوا للعم ديالها، كل واحد دخلوه الغرفه وكي يستنطقوه. كيستنطقوا الاب ديالها قالوا لها ودي بنتك واش عمر شي واحد شفتيه اللي عندكم في العائله كيما الشعوذه كيدير؟ حيت بنتك لقيناها ما مقتولاش، لقيناها ما مذبوحه ما والو، لقيناها مخنوقه وهذا اللي قتلها بدافع انه دار بها شي حاجه، يعني داكشي ديال الشيطان السحر ولا شوف واش شي واحد محلف بنتك، واش شي واحد بيناتكم شي حساب مع شي حد؟ قال له ودي ما بيناتنا حساب مع حتى شي واحد، وما كنعرف انا حتى شي واحد في هذه المدينه هذه من غير خويا بوحدو. قالوا لي واخا خوك منين جاو هاد الفلوس هذا وشنو كان اش كيدير خوك؟ قال لهم ودي خويا راه كان معايا في البلاد، من بعد ما مات الوالد الله يرحمه قسم لينا داك الورث. خويا جا هنا للمدينه كرا واحد الدويره هنايا وبقى مستقر. شنو هي خدمته؟ قال لهم صراحه ما عرفتش هاد الفلوس كامله منين جابها، وتا شي واحد ما كيسولو منين جاو هاد الفلوس. هي ديك الاخوان عيطوا العم ديالها باش يصندقوه، قالوا ليه نفس الاسئله الروتينيه توصلوا. قالوا ليه بغينا نعرفوا شنو هي الخدمه ديالك. قال لهم انا كنبيع وكنشري. واخا هاد الفلوس كامله امتى جيتي للمدينه؟ قال جيتي لمدينه تطوان. الاصل من؟ قال لهم انا الاصل ديالي من الجبل. وامتى جيتي تطوان؟ قال لهم جيت لتطوان هذه 5 سنين. بداو كيشوفوا فيه قالوا 5 سنين ودرتي هاد الفلوس كامله؟ قال لهم الله هو اللي كيعطي، من طبيعه الحال الله هو اللي كيعطي، ولكن ما كرهناش حنا نعرفوا الطريقه باش جبتي هاد الفلوس. قال لهم اول حاجه ما عندكمش الحق تسولوني بهذه الطريقه منين جبت الفلوس، انما انا كنبيع ونشري، خدمت عقلي ودرت الفلوس. قالوا لي واخا ماشي مشكل، شنو كدير دابا؟ شنو خدمتك؟ قال لهم انا كنبيع وكنشري في اي حاجه، اي حاجه كتباع وكتشرى كنبيعها وكنشري فيها، الديور الطوموبيلات واخا سيدي الله يسخر. وبقاو شاكين في عبد السلام اللي هرب، وشاكين في سعيد اللي هو العم ديال فاطمه، بحكم ان غير جبدوا ليه الطريقه ديال الفلوس، كيفاش جبتي الفلوس، واش هذاك الموضوع كيستريسيه ولا هو اصلا ما بغاش يبين من كيجيوه الفلوس. هادشي علاش صافي بداو كيقلبوا. واحد الوقت لقاو عبد السلام، جابوه ليهم البوليس بحكم انه كان روشيرش وكلشي كيقلب عليه. والطريقه صراحه باش شدو عبد السلام كضحك، الطريقه باش تشد كيضحك. هاد السيد هذا مشى لمدينه كازا وداير واحد السناك ديال الكاسكروطات، كيدير كاسكروطات دوك السندويتشات وكذا. وفي هاد السندويتشات هادو كان كيدير الدجاج وكيدير الكفته وكيدير. وكانوا تعرضوا شي ناس، شي 20 واحد تعرضوا للتسمم من بعد ما كلاو من عنده. جاو البوليس قلبوا ليه ديك الناس، ديكلاراو بهم وكذا، ديكلاراو بيه ومشاو قلبوا المحل ومشاو للدار ديالو. من بعد ما زيرو وصندقوه قال لهم انه كان كيشري عند شي واحد دجاج ميت. داك الدجاج اللي ميت وكذا كيشدوه كيديروا في كاسكروطات وكيعطيه لعباد الله تاكلو. يعني هذا مسخوط. كان هرب من هذاك من ديك المدينه ومشى دار مشروع ديالو، ولكن ما صدقش ليه داكشي، كان كيعطي لعباد الله شي حاجه ما صالحاش. المهم وشدوه جابوه. قال لي كيصنقوا البوليس قالوا لي ودي علاش انت مشيتي من هذيك المدينه من تطوان وكنتي خدام كلف بالسيد والسيد براسو كيقلب عليك وكذا؟ قال لي ودي ما بقاتش عجباني ديك الخدمه وكان كيبرزني هو في التليفون بزاف، صافي ما كيسالني هو حتى شي حاجه، مشيت في حالي. قالوا لي ودي عرفنا ما كيسالك حتى شي حاجه، ولكن انت علاش طفيتي كاع الماري ديالك وعلاش مشيتي؟
قالوا لي اودي انا طفيت النمره على قبلهم هما، ما طفيتهاش على شي قبل على شي واحد اخر، طفيت النمره على قبل هذاك مول الدار، كان ديما كيبرزطني وكيصوني ليا، وكانوا حتى الناس ديال العماره كيبرزطوني، هز ليا بوطه ديال اليوم مبقيتش خدام على ديك الخدمه. جمعت شويه د الفلوس وتسلفت شي حاجه من عند الناس اللي كنعرف، وجيت هنا لكازا، قالوا لي الخدمه مزيانه، جيت نحل محل. قالوا لي واه شحال تسلفتي عند الناس وشحال جمعتي ديال الفلوس وشحال كان كيعطيك داك السيد كاع بالسلامه باش تجي تفتح صناك هنا في، ما قلتي كروسه ما قلتي والو، صناك هنا في مدينه كازا. قال لي اودي راه مده وانا خدام مع داك السيد، وكنت خدام شحال هادي راه من صغري وانا كنخدم وكنجمع وكذا باش ندير، كان الحلم ديالي ندير هاد الصناعه. قالوا له كان الحلم ديالك انك تعطي لعباد الله الدجاج ميت باش تقتل الناس. بقى ساكت. قالوا لي شوف السي عبد السلام، حنا عرفناك ان واحد الشوقه تما كتكريها سوقه مفروشه، والسيد متبري منك كيقول انه كاع الشوقات اللي عطاك تبقى تصيفط ليه الكرا ديالهم كان عطيهم ليك خاويين ما مفرشينش يعني شهريين، وانت شديتي ديك الشوقه فرشتيها وبديتي كتكريها يوميه، وفي وسط هاد الشوقه هادي راه وقعت واحد الجريمه اللي غتكون في راسك واقيلا. قال لهم لا ما في راسي حتى شي حاجه. واخا السي عبد السلام ما في راسك حتى شي حاجه، وقعت واحد الجريمه ان واحد الدريه كانت في عمرها 16 عام مات في هاد العماره في هاد الشوقه هادي، شوقه السا، وكانوا تمارسوا عليها شي حاجه ديال الشعوذه وكذا. تفكر معانا لمن كريتي اخر مره. بقى ساكت حاضر راسو. قالوا لي انت ما باغيش تهضر، اذا غادي تهبط للكاشو باش تهضر شويه. هبطوه البوليس، المهم سخنوا ليه عظامو مزيان، طلع صافي بغى ما قدرش يصبر على داكشي، قال لهم انا غنقول لكم كلشي، انا والله ما درت شي حاجه، انا راه غير عبد مأمور. واخا السي العبد المأمور شكون امرك؟ قال لهم ودي انا راه كنكري هاد الشوقه هادي اليوميه ولا النهار، شي واحد جايب شي وحده، شي واحد باغي غير يدوز شي مناسبه كنكريها ليه، المهم كنترزق الله، ما كندير شي حاجه زعما اللي غير قانونيه، والسيد راه كنصيفط ليه فلوسو ديال الشهر. واخا سيدي ماشي مشكل، هادشي ما غنعاقبوكش عليه، شنو كاين؟ زيد كمل، راه ما وصلتي لينا شنو واقع. لمن كريتي اخر مره؟ قال لي مكريت لواحد السيد كيبان لاباس عليه، جايب واحد الطوموبيله سكودا كحله وفيمي. واخا اش كرا عندك؟ قال له مودي راه قال لي عندنا واحد المناسبه، واشنو كاين غندير فيها واحد عيد ميلاد لبنتي وكذا، وفريمون جاب معاه بنته. واش هاد بنته الا شفتيها تعقل عليها؟ قال لهم اه. وراوه التصويره ديال فاطمه، قال لهم هي هذه البنت. واخا وجبدوا التصويره ديال سعيد، قال لهم واش هذا هو اللي جا عندك؟ قال لهم اه هاد السيد هذا هو اللي جا كرا عندي. واخا السي عبد السلام، وعلاش انت خويتي وهربتي؟ بقى ساكت حاضر راسو. قالوا لي السي عبد السلام مازال ما باغيش تقول الحق، غدا مازال خصك تهبط شويه تبرد عاد طلع، غير قالوا لي هاد الهضره تخلع. قال لهم صافي انا غادي نقول لكم الصراحه من الاول، يلا قول لينا شنو كاين. ضغطوا عليه البوليس، قال لهم ودي انا فري كريت لهاد السيد هذا، قال لي راه غندير عيد ميلاد لبنتي في هاد العماره في هاد لابارطومون هادي، وخلصني وتهلا فيا ودور معايا من الفوق. وانا كيف العاده فاش كتلحق 12 ديال الليل كنطلع كنفيريفي في العماره كامله، ياك ما كاين شي مش تما، ياك ما كيطلع شي واحد ما شفتوش، المهم كيطلع. قال لك انا الزروطه ديالي وكنطلع من الفوق من السطاح وكنتم هابط. فاش هبطت لحقت حدا داك لابارطومون نمره 6 اللي كريت للسيد، كنشوف ان الضوء طافيين وكيضربوا شي اشعه بحال خدام داكشي ديال بحال الشماع بحال كذا، وكنشم شي ريحه خانزه كتخرج من الدار، وكنسمع شي بحال الغوات، بحال شي واحد كيغوت وما قادش الصوت ديالو خرج، بحال شي واحد ساد ليه فمو كذا. دقيت بالجهد تسكت داك الصوت وطفى الضوء نهائيا. انا طاح ليا العجب، صونيت على هذاك السيد اللي كرا ليا، اللي كريت ليه داك هاد السيد اللي وريتوني في التصويره، وصراحه انا ما كنعرف السميه ديالو. قالوا لي كيفاش كريتي ليه انت؟ قال لهم والو انا عطاني غير واحد الشيك فيه واحد البركه ودور معايا، عطاني 2000 درهم فلوس وعطاني هاد الشيك، وقال له بشحال كريتي لي انت لابارتمون؟ قال لي كريتي لي ب 1000 درهم النهار. واخا زيد كمل. قال لهم صونيت عليه قلت له اودي راه كنسمع شي صوت وكذا، قال لهم انا باقي كنهضر معاه في التليفون، قال لي انا جاي عندك دابا. غير جا كنتسنى قدام العماره، جا قال لي طلعت عنده، قال لي شوف راه غادي نزيدك فلوس اخرين، ولكن غتخوي هاد البلاصه هادي وما تبقاش تسول. قال لي فاش بغيت نحرش معاه الهضره، قال لي راه
هاديك لابارتومون راه حنا كنديرو فيها شي حاجه ديال الشيطان، راه حتى الا بغيتي تدخل تما ولا بغيتي تعلم البوليس راه غادي يعوجوك الجنون. حنا المزيان اللي غندير معاك انني غادي نعطيك فلوس اخرين من فوق هادشي باش تمشي دير مشروع الحياة كامله، تبني حياتك من الاول. انا فاش عطاني هاد الغرض فاش هاد العرض المغري قال لهم انا ما قدرتش، بقيت كنفكر واحد شويه قلت له صافي. وفريمون مشيت معاه قدام الفيلا ديالو فهاديك الليله وجبد ليا فلوس، عطاني 15 مليون، عطاه ليا فلوس، جبدها ليا في واحد الميكا ودرتها في واحد الصاك ومشيت. هذيك الليله جمعت حوايجي الغد لي في الصباح ديماريت نيشان الكازا. هي ديك الاخوان عيطوا لسعيد، قابلوه ما قالولوش كتعرف هاد السيد هذا. دخل سعيد شاف فيه قالوا له هاد السيد ما كنعرفوش، غير شوفو كان هاد السيد راه كيعرفك. قالوا لعبد السلام واش كتعرف هذا؟ قال لهم كنعرفو. فين كتعرفني يا سيدي؟ وبدا كيغوت فين عمري شفتك فين كتعرفني؟ قال له ودي راه انت اللي جيتي كريتي عندي النهار الفلاني. قال له فاش غنكري عندك وانا عندي فيلا ديالي وعندي الديور ديالي، علاش غادي نكري عندك نتايا؟ واخا سي عبد السلام ماشي مشكل. خرجوا عبد السلام وبقاو مع سي سعيد كيسولوا فيه وكيستنطقوا فيه وحطوا ليه كاع الادله قدامه. وصافي ما لقاش فين يهرب وما لقاش ما يقول. قالوا ليه غير جينا للصراحه دابا من الاخر. وبدا كيعاود لهم الصراحه اللي صراحه مؤلمه، صراحه اللي غتضركم وكيما ضراتني انا في الخاطر. قال لهم باللي هو كان عارف هذيك البنيه ملي تزادت كانوا عينيها حاولين وكانوا يديها، وكان كيفهم هو في هذا الشيء هذا ديال الكنوزه وديال الجنون، وكانت الدريه زهريه وهذه هي خدمته. وهذا الشيء باش دار الفلوس، كانوا جبدوا واحد الكنز في واحد القنط في واحد العربيه بعيده وصدقات ليهم وخرجوه. صافي ولات يدهم مع يد الشيطان، ولات هذه هي الخدمه ديالهم. هو واحد جوج اخرين حجاج معروفين في مدينه تطوان، واحد سميتو الحاج عبد السلام وواحد سميتو الحاج طاهر. وهاد السي حمزه مازال ما حج، ناوي يمشي يحج. ما علينا. الاخوان بدا كيعاود لهم القصه من الاول. قال لهم انا عرفتها من الاول انها زهريه، ولكن كنقول صافي خليها، وكنقول شحال قلت للاب ديالها رد ليها البال وراها الدريه راه زهريه وكذا وما تسوقش ليا، هو ما كيفهمش في هذا الشيء. صافي فاش جبتها عندي هنا ما جبتهاش على غرض انني نستغلها، جبتها انها تقرا وتوصل ودير. واحد الوقت جا عندي الحاج عبد السلام قال لي ودي راه كاين واحد الكنز في واحد القنت الفلانيه، ولكن دابا الجواد ديال داك الكنز راه كيطالبوا لنا شي طفل زهري ولا شي واحد زهري، يعني الدم ديال البشر بيكون زهري. قال لهم انا صراحه ما عمري درت هذا الشيء، كنا كنديروا هذا الشيء بالحيوانات بالقطوط بالكلاب بالضباع هذا الشيء، انما البشر ما عمرنا درنا به هذا الشيء. وبدينا كنفكروا بيناتنا. انا قلت لهم ودي راه هادشي راه صعيب بزاف، ولا جيتو تشوفوا بركة علينا، حنا درنا الفلوس وبركة علينا، ولكن اللي فيه شي فيس فيه. وديك الدعوة ديال الحيوانات هي اللي خرجت فيهم، هي باش كانوا كيجبدوا دوك الكنوزة وداك العالم اللي صراحة انا شخصيا ما كنفهمش فيه. قال لهم صافي بقيت كنشوف تعييت، لعب بيا الشيطان وطاحت ليا بنت خويا قدام عيني، وكان داك الكنز فيه زبالة ديال الفلوس، فيه فلوس بزاف. صافي في هذاك الصباح قال لهم ديتها دخلتها وكنت كونفيرميت مع داك السيد بالعشيه، وفي الصباح ديتها ودخلت لديك العماره وعيطت انا وانا ما كنتش معاهم حيت اصلا ما قدرتش نمارس على بنت خويا هذاك الشيء هذاك. قال لهم انا غير دخلتها لديك لابارتومون قالت لي البنت اش غنديروا هنا اللي هي فاطمه. قلت لها راه وجدت لك واحد المفاجاه، غير حطيتها تما خرجت. خرجوا لي هذاك عبد السلام سي الحاج الخوت الحاج عبد السلام والحاج الطاهر، شداهم مارسوا على هذيك الشعوذه ديالهم، وفري جبدوا بهذاك الكنز وفيه فلوس بزاف. عيطوا لهاد عبد السلام والحاج طاهر. المهم صافي تكلفات بهم المحكمه وتحكم عليهم بالاعدام بثلاثه بهم. اما بالنسبه لسي عبد السلام السمسار سميتو السانديك ديال العماره ما نساوهش، خدا واحد 30 سنه ديال الحبس بحكم انه كان كيعطي لهذوك الناس داك الدجاج الميت، وزيد عليها انه تستر على الجريمه بحال مشارك معاهم. الاخر ديال قصنا هو هذا الاخوان.
صراحة قصة مرعبة بزاف، قصة كتضر في الخاطر. والله أنا شخصيا ضرتني بزاف بزاف. هاد القصة اللي غنستنتجو منها الإخوان هو أنكم ما عمركم تفارقوا مع ولادكم. ولادكم ديروهم تحتكم، ما تثقوا في حتى شي واحد، ما كاين لا عمك لا خالك لا حتى شي واحد، حيت الوقت ولات كتخلع بزاف. ولا بنادم كيشوف الفلوس كيبيع راسو على قبل الفلوس. واللي كيزيد يضر في الخاطر في هذا الشيء هو ان سميتو الاب ديال فاطمه تا هو مسكين بحال مرض ذهنيا، وتفرقت معاه مراه ومشات في حالها، والحسن احد ما دارت معاه لا ولاد لا والو، وبقى مسكين بحال مفروح في هذاك الدوار. وسبب خوه ما حيلتو لخوه اللي غدرو، وما حيلتو لبنته اللي كانت عزيزة عليه، وكانوا بغاو يشوفوها هو والأم ديالها اللي الله يرحمها، بغاو يشوفوها في أحسن الأحوال وتوصل لشي حوايج كبارين بزاف. الاستنتاج ديالنا هو هذا الإخوان، حاولوا تردوا البال لولادكم وديروهم معاكم وتحتكم وحضنوا عليهم، وما تثقوا في حتى شي واحد. الوقت ولات صعيبة بزاف بزاف بزاف. الاخر ديال القصة ديالنا هو هذا الإخوان. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في موضوع جديد وفي قصة جديدة إن شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، الله يعاونكم.